بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده عن منطقة حدائق الأهرام. منطقة يعني في جدل حواليها، بس أنا شايفها منطقة كويسة جدا. كان فيها بعض المشاكل اتحلت منها، مثلا مشكلة التوك توك والرصف، الشوارع الرئيسية اترصفت. لكن المشاكل اللي باقية هي مشاكل بسيطة، شوارع جانبية مش مرصوفة قوي، وده يعني مش مشكلة كبيرة، لأن أنت يهمك الشوارع الرئيسية مجرد ما تطلع من أي شارع جانبي خلاص. منطقة حدائق الأهرام منطقة جميلة جدا، موقعها استراتيجي، الستايل بتاعها كويس قوي مش وحش. نشوف مع بعض الفيديو، وهحاول في نهاية الفيديو أعمل لكم شرح على الأمر الصناعي كده من الداخل والمخارج، ونشوف موقعها على الخريطة. أنا دلوقتي كنت جاي من اتجاه أكتوبر، وعملت يوتيرن من قدام البوابة الرابعة. البوابة اللي هندخل عليها دي يعني جاي من أكتوبر على طريق الواحات. ده طريق الواحات يا جماعة. أنا كده اتجاهي كأني جاي من المنيب أو من اتجاه الهرم، يعني على الطريق السياحي، أو طالع من طريق الفيوم في اتجاه طريق الواحات لأكتوبر. بيقابلني بوابة أولانية كده اللي هي البوابة الثالثة، وبعد كده دي البوابة الرابعة. دي يا جماعة البوابة الرابعة والأخيرة في حدائق الأهرام. طبعا حدائق الأهرام هي فيها 6 بوابات، لكن البوابات الرئيسية كانوا 4، وبعد كده اتعمل بوابتين تانيين. هنشوف مع بعض، هحاول أوريكم كل البوابات ونشوف مع بعض كده الدنيا عاملة ازاي. البوابة الرابعة بتدخلك على شارع ده اسمه شارع الجيش، وهو من أعلى الشوارع في الأسعار. بالتالي المتر وصل فيه دلوقتي من 8 ل 10 على حسب بقى الاتجاه، لأن في شقق خلفية وفي شقق أمامية وفي شقق مميزة، واللي بيبص على مكان كويس. شارع الجيش شارع تجاري جدا زي ما انتم شايفين. احنا طبعا فترة الصبح، فمعظم الناس قافلة، والنهارده تاني يوم العيد، كل سنة وانتم طيبين، فمعظم المحلات لسه قافلة. لكن الشارع ده تجاري، وبالليل الشارع ده ما تعرفش تمشي فيه زي ما انا ماشي دلوقتي. الشارع بيكون زحمة شوية، وبرده الشارع مرصوف بقاله فترة طويلة، فيعني برده ده مش مساعد شوية في المشي. في الجنب التاني على الشمال كده ورا الشجر ده الاتجاه اللي جاي جنبه مسافة كبيرة كده بينه وبين سور الجيش. السور ده المفروض ان كان هيتعمل ممشى، المفروض هيتعمل فيه كافيهات وكلام من ده، لكن هو متصلح ومعمول كده على الرمل، يعني لسه ما اتعملش فيه اي حاجة. لكن الناس بتمشي برضو بالليل بيتمشوا فيه، وفي ناس بتجري وبتتحرك فيه يعني. شارع الجيش شارع كويس قوي في حدائق الأهرام. حدائق الأهرام بدأ إنشائها يمكن في التسعينات، نهاية التسعينات، مع بداية سنة 2000 كده ولا حاجة. وكان ليها ستايل المفروض إن كل العمارات هتطلع فيها أرضي وأربعة، وللأسف الناس بدأت تخالف فيها وزودوا دور أو دورين، والحمد لله إن هم وقفوا على كده. يعني مش هتلاقي في حدائق الأهرام أكتر من أرضي و5 أو أرضي و6، ومش باين قوي، لأن حتى اللي اتحايل على القرار ده كان بيبني الدور الأرضي أرضي منخفض، كان بيبقى نازل عن الأرض شوية. فهي الارتفاعات زي ما انتم شايفين أقصى ارتفاع. العمارة اللي على اليمين ده مثلا ممكن تلاقيها فيها دور مخالف ولا حاجة. معظم العمارات اللي على اليمين هتلاقي فيها دور مخالف. شارع الجيش طبعا هتلاقي دايما على يمينك العمارات، وعلى الشمال مكان فاضي خالص. العمارات دي بتبص على مكان فاضي خالص يا جماعه. يعني المفروض انا متوقع ان هو هيتعمل فيه مشروعات كبيره، يعني فنادق وكلام من ده. لكن ايا كان، احنا دلوقتي شارع الجيش. حدائق الأهرام بتتميز بالشوارع. ده الشارع الرئيسي، بيتفرع دايما منه شارع اسمه شارع ال20. دي شوارع اسمها شارع ال20. ده شارع ال20، شارع صيدلية الدكتور أسامة. دايما هتلاقي شوارع عرضية حوالي 20 متر عرض، بتقسم بين المناطق. حدائق الأهرام متقسمة مناطق على واخدة أسماء حروف عربية، يعني هتلاقي فيه منطقة أ ب ج د لحد س وصاد وكاف والكلام ده كله. يعني بين كل منطقة والتانية في شارع ال20. يعني دايما هتلاقي يقول لك ايه، شارع ال20 بين ح وط، شارع ال20 بين س وصاد، شارع ال20 بين مش عارف ايه. وده برضو الشوارع دي معظمها هتلاقيها مودية على البوابات. يعني ده شارع تاني اهوت، ده شارع ال20 بيسموه شارع مسجد العوضي. المسجد اللي على الشمال ده اسمه مسجد العوضي، ده شارع ال20. انا مش حافظ المناطق قوي بصراحه،
فهو دايما بين منطقتين. الحته دي مميزه قوي في الحدائق، لان الحدائق هي هضبه، هي اسمها الحقيقي جماعه التعاونيه هضبه الاهرام تقريبا. شايفين النازله ده اللي جايه دي يا جماعه، مكان كويس قوي. هنلاقي كده احنا كده وصلنا تقريبا لنهايه شارع الجيش. طبعا انت لو بالليل مش هناخد الشارع ده بالسرعه دي يعني. شايفين الارتفاعات دي، احنا نازلين كده في الاتجاه ده. في نهايه الشارع في حته اسمها الهضبه، بيسموها عامله زي المقطم كده عاليه، والناس بتيجي تقف فيها. ده شارع 20 تاني بيودي على البوابه الثانيه اهوت. تمام، هنوصل كده لنهايه شارع الجيش. هو لسه قدام شويه يعني، بس المنطقه دي مميزه. على الشمال اوريها لكم برضو، هتلاقوا فيها منطقه تبه عاليه كده، العربيات بتقف فيها، الناس بتيجي، العائلات بيجوا بالاولاد والشباب يعني، بييجوا يقفوا على التبه دي، وفي ناس بتقدم مشروبات وحاجات كتير. التبه دي على الشمال كده. لسه الشارع برضو مكمل معانا شويه. وصلنا كده لنهايه شارع الجيش. مجرد ما تنزل هنلاقي نازله برضو عاليه شويه. مجرد ما ننزل كده من نهايه شارع الجيش هيقابلنا شارع اسمه شارع الضغط. وشارع الضغط ده شارع بيقسم حدائق الاهرام بالطول من اولها لاخرها. شارع كبير جدا، عرضه اكتر من 50 متر. بنعدي فيه خط ضغط عالي، ومعمول تحت الخط كافيهات يعني مشهوره قوي، كذا كافيه كده يعني، معموله بشكل كويس، وبتكون فيها اشغال كويس اخر النهار. انا كده وصلت. انا هخلي شارع الضغط للنهايه برضو نشوفه. انا كده معدي اهوت من شارع الضغط بالعرض ده كله. الشوارع الرئيسيه كلها دلوقتي مرصوفه في حدائق الاهرام، كل الشوارع الرئيسيه، عشان دي كانت مشكله الناس بيتكلموا عليها، لان حدائق الاهرام ما فيهاش رصف كتير. لا، كل الشوارع الرئيسيه مرصوفه، مداخل البوابات، والشوارع شوارع ال20 اللي بتفصل بين المناطق، وفي بعض الشوارع الفرعيه يعني. انا كده هدخل شمال، نازل على شارع من اهم الشوارع في منطقه حدائق الاهرام. انا في شارع الضغط دلوقتي، دخلت شمال كده شارع الضغط. زي ما انتم شايفين في فروق في المناسيب، تلاقيك نازل من ارتفاعات الهضبه ارتفاع وتطلع تاني وتنزل تاني. ده موجود في الهضبه كتير. انا لو كملت قدام في شارع معروف قوي اسمه 5 ألف، بس هو شارع مش زي اللي انا داخله ده. انا كده داخل شارع اسمه شارع الثروه المعدنيه، وده شارع من اغلى الشوارع في جوه حدائق الاهرام. انا سمعت رقم 10,000 و12,000 للشقق اللي بتبص على الشارع الرئيسي. طبعا في شوارع الجانبيه، هوريكم مثال مثلا. يعني ده شارع مرصوف، هو شارع جانبي بس مرصوف اهو، وشارع يعتبر 20 برضو. يعني في برضو شوارع حتى الجانبيه ممكن تلاقي فيها شارع واسع او كده. شارع الثروه المعدنيه مشهور قوي طبعا، هو شارع تجاري، وفي معظم الدكاتره اللي في الحدائق برضو، وفي شركات. شارع نظيف قوي، في جنينه في النص بين الاتجاه اللي رايح واللي جاي. انا كده وصلت للميدان اللي في اخر الشارع، اخر الشارع الثروه. الاهرامات باينه، الهرم الكبير طبعا باين بوضوح قوي اهوت في وشك. النافوره دي هي نهايه الشارع يعتبر. المدخل اللي على الشمال ده اللي كان في وشي يعني هو مدخل التجنيد، وده بيدخلك على مساكن الرمايه. انا كده دخلت يمين، هتحس ان انا طالع لفوق شويه كده. في وشي البوابه رقم 1، البوابه الاولى اللي بتقابلك لو انت جاي من ميدان الرمايه، البوابه الاولى. وفي على يمينك كده الشارع ده اسمه شارع جاردينيا، شارع تجاري جدا، محلات اللبس والحلويات وفي شركات ودكاتره والكلام ده. ده شارع اسمه شارع جاردينيا، مش هقدر ادخله. انا هطلع من البوابه الاولى وادخل لكم من البوابه الثانيه برضو، من باب ان انا اوريكم المداخل كلها. طبعا المنطقه هنا فيها المناطق الف وب وجيم ودال. وفي شارع هنا اسمه شارع احمد بدير، طبعا كان فيه فيلا الفنان احمد بدير يعني، شارع معروف باسمه. كده انا خارج من البوابه الاولى. البوابه الاولى دي اللي هتقابلك لو انت جاي من ميدان الرمايه.
وزي ما انتم شايفين الحدائق طبعا اللي اتغير فيها، وكان اهم حاجه اتغيرت فيها لما التوك توك اتشال من هنا واتمنع تماما بقرار من محافظ الجيزه، واتعمل شركه امن زي ما انتم شايفين الشباب قاعدين اهوت مدخل البوابه. شركه الامن دي سيطرت كتير على المداخل والمخارج. انا كده خرجت من البوابه الاولى، الصوره على يمين اهوت زي ما انتم شايفين، وعلى شمالي طريق الفيوم او الطريق اللي طالع من ميدان الرمايه يوديك على طريق الواحات، وعلى الشمال كده منطقه الاهرامات. الاسعار اعتقد عاليه جدا على اللي بتبص على الشارع هنا. انا يعني اعتقد ان هي بتعدي برضو ال10 وال 12 على حسب برضو الفيو والتشطيب والكلام ده كله. انا طبعا بتكلم على اسعار شقق متشطبه. اسعار متفاوته هنا جدا، لان في شقق خلفيه وفي شقق ضيقه وفي شقق واسعه، ويعني في تنوع كبير قوي في الاسعار، وعلى حسب الفيو وحاجات كتير قوي، المدخل والعماره والتشطيب وحاجات كتير قوي، وليك مكان في الجراج ولا لا. كده انا عديت داخل على البوابه الثانيه. دي البوابه الثانيه الجديده، يعني خلي بالكم البوابه كان في بوابه اولى، بوابه ثانيه، اتعمل البوابه دي بين الاولى والثانيه، فبقى دي بيسموها البوابه الثانيه الجديده. ندخل منها برضو، معمول طبعا كوبري مشاة قدامها كده، مش عارف ما بشوفش حد ماشي عليه كتير، بس ايا كان. البوابه دي اسمها بوابه احمس. البوابات ليها اسامي هنا. البوابه الاولى تقريبا اسمها خفرع او خوفو، ودي اسمها احمس او البوابه الثانيه الجديده، وهي اللي بعد الاولى على طول. زي ما انتم شايفين الشارع ده برضو زحمه شويه. انا كده دخلت من الشارع ده، هو شارع 20 طبعا، يعني زي ما اتفقنا كل البوابات هي شوارع اسمها شوارع 20 وبتفصل بين المناطق. اعتقد ان هنا المناطق اللي هي واو مش عارف، لا انا ما يعني الاسامي المناطق انا ما اعرفش قوي. طبعا ما يغركمش ان الشارع فاضي، احنا تاني يوم العيد زي ما قلت والحدائق فاضي. ده كده شارع البوابه الثانيه اهوت القديمه، شارع تجاري قوي، وشارع من اقدم الشوارع هنا. انا يعني فاكر ان انا جيت الحدائق دي يمكن 2006، كان الشارع ده ما كانش ساكن فيه حاجه، يعني كان شارع لسه في اوله خالص، وما كانش فيه اللي يمكن محلين في اوله كده في عند البوابه. لكن دلوقتي زي ما انتم شايفين، خلي بالكم الزحمه، انا باكد تاني الحدائق يعني زحمه عن كده شويه. يعني البوابات انا بتكلم على شوارع البوابات هتلاقوها زحمه في الدخول والخروج، خاصه مع وجود شركه الامن وعربيات السوزوكي اللي اتعملت وبتقف عند البوابه. هي واقفه منظمه وكل حاجه، لكن برضو ده عامل شويه زحمه بس بسيطه، يعني عشان الناس ما تفكرش ان هي زحمه كتير. يعني ده كده نهايه البوابه الثانيه. بينها وبين شارع الضغط بتلاقي مفيش دقيقتين بالظبط. كل البوابات بينها وبين شارع الضغط اللي هو الشارع الرئيسي في حدائق الاهرام اللي قاطعها من اولها لاخرها، وفي الكافيهات وفي المول وفي النادي، المسافه بتلاقيها مفيش. يعني كده انا خارج من البوابه الثانيه القديمه الاساسيه، مش فاكر اسمها، خفرع تقريبا. كده خرجنا تاني للطريق بره. هروح طبعا ادخل لكم من البوابه الثالثه، وندخل من اي شارع من شوارع ال20 عشان نشوف المستوى عامل ازاي. اتعمل عند البوابه الثالثه بنزينه، واتعمل جنب البنزينه ملاعب كوره، ومعمول طبعا مطاعم زي ماك، والمفروض في مطاعم تانية هتفتح معانا. لكن البوابه الرابعه جنبها بنزينه من اشهر البنزينات دلوقتي، لان مليانه مطاعم فيها شاورما ريم، دانكن، فيها ماك، فيها وادي النيل، فيها بيتزا هات، فيها بازوكا، وبتعمل توسعات ليها هيبقى فيها مطاعم اكتر كمان، وشغاله كويس قوي، اتشهرت دلوقتي وبقى عليها اقبال. يعني انا كده وصلت البوابه الثالثه، والبنزينه على الشمال اللي فيها المطاعم، فيها ماستر وماك دلوقتي، لكن اعتقد ان هم يوسعوها في يوم من الايام، وفي بنزينه غاز فيها برضه. كده بوابه منقرع، البوابه الثالثه اسمها بوابه منقرع. مجرد ما بتدخل البوابه بتلاقي كده انت في شارع الضغط، كده شارع الضغط.
مشيت انا طبعا ممكن نمشي يمين او شمال، مفيش مشكله خالص. دي البوابه الثالثه. البوابه الثالثه ما بتوصلكش بقى شارع الجيش، هي بتوصلك للتقاطع مع البوابه بوابه حورس. بوابه حورس دي بوابه ثالثه جديده، يعني هو يبقى احنا كده عدينا على البوابه الاولى وبعدين الثانيه الجديده وبعدين الثانيه القديمه وبعدين خفرع اللي هي البوابه الثالثه، وبعد كده بتدخل يمين على طريق الواحات بتلاقي بوابه حورس، وبعد حورس هتلاقي بوابه الجيش او بوابه مينا زي ما بيسموها. كده انا في شارع الضغط، كده راجع في الاتجاه اللي انا كنت ماشي فيه عند النادي. بيني وبين النادي مفيش برضه يمكن 3 دقايق او 4 دقايق. لكن خلينا ندخل اي شارع بقى من شوارع ال20 اللي هي بتفصل بين المناطق. انا كده على شمالي مثلا منطقه صاد، هنيجي الشارع اللي جاي ده هنلاقي ان هو شارع بيفصل بين صاد ومثلا ونون تقريبا اعتقد يعني. حدائق الاهرام فيها يمكن 8 مدارس كلها خاصه ما عدا مدرسه واحده حكومه. المدارس هنا من اغلى المدارس اللي شفتها في مصر يعني انا اسمع ارقام بتعدي ال 40 وال 50 وكلها ناشونال يعني مش انترناشونال. انا كده هدخل شمال شارع الجيش. زي ما قلت لكم كل اللي على اليمين دي يا جماعه مش جناين ولا حاجات مزروعه، هي كلها كافيهات مشهوره يعني. كده انا دخلت شارع ال20 اللي بين صاد ونون، اعتقد اللي على اليمين نون. في مدرسه مثلا على الشمال اهيت زي نيو فيجن تقريبا. قلنا المدارس هنا هم عددهم كبير ورغم كده مش مكفيين، وفي اقبال عالي لدرجه ان الاسعار معديه ال 40 يعني على ما اسمع يعني. ده شارع اسمه شارع الخزان، هما بيسموه شارع الخزان لكن هو احد شوارع ال20. احنا عندنا يمكن 6 شوارع بالشكل ده بالعرض ده بتلاقي دايما. وفي كل منطقه على فكره في منطقه خدمات مخصصه للخدمات، بس ما اتبناش ولا منطقه اتبنى فيها ما عدا اللي في نون اتبنى فيها تقريبا خير زمان او اسمه اولاد رجب، انا مش فاكر. هو فيها سوبر ماركت كبير بس مش فاكر اسمه. ده شارع اسمه شارع الخزان. الشارع اللي جاي ده هو شارع البوابه الثالثه، بوابه حورس. انا ندخل منه ونرجع. ده شارع كده شارع الخزان، ده بيوصلك لحد شارع الجيش اللي احنا دخلنا منه وبدانا منه الفيديو. لكن انا هدخل شمال كده، ده شارع حورس. شارع حورس متقاطع مع شارع البوابه الثالثه اللي انا دخلت منها، بس انا دخلت ولفيت يمين على شارع الضغط. لو كملت في شارع البوابه الثالثه اللي هي منقرع كنت وصلت لحد المنطقه اللي جايه دي. ده تقاطع شارع حورس مع شارع البوابه الثالثه. وصلنا كده البوابه الثالثه. طبعا السوزوكي اللي انتم شايفينه ده هو اللي شغال جوه الحدائق دلوقتي، وفي كذا شركه كده بتطلبهم. في شركه اسمها توصيله وشركه مش عارف اسمها ايه تاني كده، عاملين ابلكيشن برضو وشغالين ناس عليها. كده انا خارج من البوابه الثالثه زي ما انتم شايفين. هتلاقوا الامن والكاميرات والصوره. كان نفسي نوريكم شارع جانبي، مفيش مشكله. معلش انا هخرج تاني كده. انا كده رجعت لطريق الواحات. شكل حدائق الاهرام من بعد ما التوك توك مشي واترصف الشوارع الرئيسيه فيها، المنطقه بقت جميله جدا وكانت فاضيه قوي. فمن بعد الكلام ده سكنت بشكل كبير. معظم الناس اجرت الشقق اللي بالقافل، لان معظم في عدد كبير جدا من الناس المغتربين شاريين هنا في حدائق الاهرام، اللي اجر شقته واللي رجع قعد فيها. فحدائق الاهرام سكنت بشكل كبير جدا، يمكن فرق خلال السنتين اللي فاتوا. زي ما انتم شايفين العربيه اللي واقفه دي داخله، فبيدفع 5 جنيه وهو داخل. رجعنا كده لاول شارع. هديكوا سامبل كده للشوارع الجانبيه. ندخل اول شارع يقابلنا يمين اهو. ده شارع جانبي مش مرصوف زي ما انتم شايفين، ودي مشكله طبعا معروفه قوي في الحدائق.
ادي مثال للشوارع يا جماعه. الشارع بيبقى عرضه حوالي 12 متر ولا حاجه، بس طبعا مشكله الرصف دي مشكله كبيره طبعا، لان عدد كبير جدا يعني طول الشارع بيكون كبير قوي. ده شارع اهوت، بس طبعا هتلاقي خدمات جوه الشوارع كتير، يعني هتلاقي السوبر ماركت منتشره والصيدليات والكلام ده كله. والمفروض ان ممنوع تجاري في اي دور ارضي. انا هدخل شمال كده، ده من اضيق الشوارع مثلا، ده شارع حوالي 8 متر. طبعا بيكون عندهم مشكله في ركنه العربيات، لكن معظم العمارات دي بيكون فيها بدروم من تحت، و بيستوعب برضه عربيات كتير، لكن زي ما انتم شايفين الموضوع بيكون زحمه شويه. من الشارع اللي انا دخلته لحد شارع الخزان بتلاقي المسافه ما تجيش 300 متر ولا 200 300 متر بالكتير. فدايما الشوارع الجانبيه اللي مش مرصوفه انت مش هتمشي فيها كتير، يعني لو انت حتى لو انت ساكن فيها، مجرد ما تطلع على الشارع الرئيسي انا كده هوصل لشارع الخزان، خلاص انا داخل عليه اهو. بس بيفكرني المكان هنا، بيفكرني شويه مناطق بتاعه الشوارع الجانبيه بالذات، يعني بيكون فيها الشجر والكلام ده. فكرني مثلا معادي والحتت دي بيكون فيها الشجر مغطي الشوارع خالص. يعني معظم حدائق الاهرام بتلاقي الدور الارضي معمول فيلات، تلاقي الدور الارضي واخد مع الاول كده ومعمول فيلات، وده حاجه مشهوره قوي هنا في الحدائق، ومساحات كبيره على فكره، وبتتباع بملايين. انها بتبقى برايفت جدا، وبيكون ليك مكان تدخل فيه عربيه او حاجه، وبيكون فيه زي تراس كبير او مكان فاضي كبير، جنينه يعني، بتبقى حلوه قوي للاطفال بتاع كده يعني. وفي منها كتير معمول حضانات للاطفال. مثلا انا كده خلاص وصلت لشارع ال20 اللي بين انا اعتقد ان انا كنت في عين كده. انا وصلت لشارع الخزان، ده شارع ال20 اللي بين صاد ونون، وبين برضو في منطقتين تانيين بيبقوا قصاد بعض كده. انا بصراحه في الارقام دي عين، اللي على يميني عين وعلى الشمال تقريبا نون اعتقد يعني نون. شارع اسمه شارع الخزان، ده مثال يعني للمناطق جوه حدائق الاهرام. زي ما قلت لكم الشوارع الجانبيه هتلاقوها بالمنظر السامبل اللي احنا خدناه، الشارع اللي احنا دخلناه. في شوارع برضو زي كده كتير، بس مش هتلاقي شارع اضيق من اللي احنا عدينا منه. كل الشوارع الجانبية هتلاقيها بالشكل ده ومش مرصوفة. فهو ده يعني المشكلة، يمكن المشكلة الوحيدة لسكان الحدائق دلوقتي عدم الرصف للشوارع الجانبية. لكن الحدائق بصفة عامة أنا شايفها منطقة كويسة قوي للمعيشة، موقعها استراتيجي. هي اتزحمت شويه وبقى فيها اعداد كبيره، لكن في الاول وفي الاخر الخدمات كلها موجوده، ومنطقه سهل تعيش فيها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. هحاول اشرح برضو الحدائق على القمر الصناعي، لكن الفيديو هيكون طويل شويه، بس يا رب يكون فيه كل المعلومات اللي انتوا عايزينها.